السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. اليوم راح نسوي وياكم شوربة الخضار كل سهلة وصحية ولذيذة. هسه نبدأ وياكم ونقول بسم الله. نضيف بجدر ملعقة اكل من الزيت، نضيف جزر مكعبات وبوتيتا مكعبات وشجر وفصين من الثوم. طبعا الخضار اللي تحبوها تزيدون واللي ما تحبوها تقدرون تستغنون عنها، والكمية حسب العائلة. نرش رشة خفيفة من الملح حتى البوتيتا والجزر تسحب الملوحة. لما تذبل نضيف له طماطة واحدة قشرناها وقطعناها مكعبات، نحمسهم سوا شوية ونضيف له كوب من العدس. نضيف كوب من العدس غسلناها وصفيناها، نقلبهم سوا شوية ونضيف له لتر من المي ونخليها على نار هادية لحد ما تستوي الخضار كله. أهم شي تستوي الجزر لأن الجزر أقوى شي بين الخضار. وهاي الشوربة اللي حلو بيها الخضار اللي ما تحبوها وما تاكلوها بهاي الشوربة ما تحسون بطعمها وتاخذون من الفوائد اللي بيها. هسه نخليها حتى تستوي بالكامل. هسه استوت ونمردت ويانا الجزر، اهم شي الجزر تستوي. هسه نضيف له شوية من المي، اني اضيف مي قليل بالبداية حتى الشوربة مالتنا تستوي بسرعة. نضيف له مي حسب السخن مالتها ونضربها بهاند بلندر لحد ما تصفى ويانا بالكامل، ما تبقى بيها اي خضار تبين. هسه صفت ويانا، راح نضيف له ظرف من الماجي مال الدجاج وعصرة ليمون. اذا ما تستعملون الماجي تضيفون الملح بمكانها، والليمون همينة حسب الرغبة، تحبوها تضيفون بالشوربة او بالتقديم حسب الرغبة. هسه نطفي الشوربة، نسوي الصلصة مالتها. نضيف ملعقة كوب من الزيت وملعقة أكل من زبدة الحيوانية لورباك، تنطيله طعم كلش طيبة للشوربات. نضيف راس بصل مثرومة ناعم حيل. لما تاخذ لون ذهبية نضيف له رشة من الفلفل الأحمر الرقائق أو فلفل الأسود حسب رغبتكم، وملعقة كوب من النعناع المجفف وملعقة كوب من معجون الطماطة. نحمسهم سوا كله ونضيفه بالشوربة ونعلق الشوربة مرة ثانية على نار هادية 5 دقايق على مود ريحة المعجون تروح من الشوربة. وراها نقدمها. بس الشوربة تبدي تغلي نطفي النار عليها ونقدمها. شوربة كلش صحية ولذيذة ومشبعة همينة، وما تاخذ منه وقت أكثر من ربع ساعة تكون ويانا أطيب شوربة. هسه قامت تغلي نطفيها ونبدي نقدمها. وهذا الشكلها النهائي بعد ما قدمناها. مثل ما قلنا تحبون تعصرون الليمون بالشوربة أو تقدموها ويا الشوربة. وصفة كلش طيبة ولذيذة وصحية، أوصيكم تجربوها، وقوامها هم كلش حلوة وحدها الشوربة تكفي لأن مشبعة ولذيذة. وهاي وصفتنا لليوم، إن شاء الله تنال إعجابكم يا ربي، واللي تعجبها الفيديو تسوي لايك ومتابعة حتى تجيها كل ما هو جديد. وكل لكم ألف عافية.